احلى تحيه على كل اللي بيشوفوني. معاكم حسن التوني، والنهارده تاني ريفيوهاتنا في المقاطعه. اول فيديو عملنا سبيروس بيتس والاطعمه بتاعته وقلنا راينا فيه، وهسيب لكم الفيديو بتاعه في اول كومنت. النهارده بقى عن مشروب رايق قوي دقته بالصدفه، طعم منه هو كان الاناناس، وهو مشروب دبل دير. دبل دير اكيد في منكم كتير شاف الازازه دي والشكل ده وكان بيسال هو ايه ده. المشروب ده يا سيدي دقت منه الاناناس وكان خطير جدا وعجبني. ساعتها جبتها ب 15 جنيه وما كنتش اعرف السعر الاصلي ليها. في اقوال كتير بيقولوا ان سعرها، في اللي بيقول ب 8 اللي بيقول ب 10. عايز اقول لكم ان الاسعار مش ثابته، ولكن عموما انا جبت الازازه دي المره دي ب 12 جنيه. لو لقيتها ب 15 ما انصحكش انك تشتريها، هو كده سعر اوفر، لانه كمان اصلا 12 جنيه تقريبا سعر عالي. ممكن يكون سعرها اصلا في الاساس من 8 ل 10، ولكن انا جايبها طبعا عشان نجربها كلنا ونتاكد هل هو فعلا منتج كويس ولا الكلام بيقول ايه. احنا جبنا منهم طعمين، طعم الرمان تمام وطعم البطيخ، وانا جربت زي ما قلت لكم في اول كلامي منه الاناناس، واقدر اقول لكم احلى من براندات مشهوره جدا في السوق. الصودا بتاعته قويه جدا، فمشروب دبل دير الاناناس جامد. تعالوا بقى نجرب الاثنين اللي احنا جايبينهم دول. انا حطيت في البطيخ بصراحه، عندي فضول جامد جدا ليه. اوكي مفيش صوت حصل، طب ده ليه؟ هنشوف. الله الصودا باين قوي، باين قوي ان الصودا كميتها كويسه. ده اللون بتاع، اللون بتاعه حلو جدا الصودا زي ما انتم شايفين. تعالوا ندوق، بسم الله. نكهة البطيخ باينة فيه فعلا، طعمها لذيذ، كمية الصودا مش وحشة خالص. لا جامد بصراحة، عجبني طعم البطيخ فيه حلو قوي، فلا دبل دير البطيخ اعتمده بالنسبة لي. تعالوا نشوف بقى الرمان. اوبا ايوه يا سيدي، اللون بتاعه حلو جدا برضو، فيه صودا كتير. يلا ندوق، بسم الله. هو في اوله طعم الرمان تمام، بعد كده في طعم كده بيجي في الاخر طعمه غريب قوي، طعم الرمان غريب. نشرب كده شويه كمان طيب. لا بصراحة ما حبيتش طعم الرمان قوي، هو الطعم فيه قوي مش قليل خالص، ولكن طعم الرمان نفسه والنكهة نفسها طعمها غريب، مش متعود عليها. يعني في مثلا شويبس رمان، انا بعشق شويبس رمان، لكن طبعا بطلتها، فكنت اتمنى ان دبل دير يعمل مشروب رمان قوي، ولكن لا مش اظبط حاجة بالنسبة لي. بس اقدر اقول لكم ان البطيخ والاناناس جامدين وجربوهم وانتم مغمضين. وكده يكون انتهى الفيديو، الجزء الثاني من فيديوهات المقاطعة. لو عجبك اعمل لنا لايك وشير، ولو حبيت ان احنا نجرب اي منتج او اي حاجة تانية قول لنا في الكومنتات وان شاء الله هنجربها. اشوفكم على خير.